تخيل معايا انك قضيت سنين بتدرس بجد واجتهاد في الثانوية العامة، بتذاكر ليل ونهار وبتفكر في المستقبل، وفجأة كل احلامك دي تتحقق في لحظة. مش بس هتدخل الجامعة اللي بتحلم بيها، هتدخلها مجانا بالكامل، رسوم دراسية، مصاريف الكتب، وحتى مصروف شهري بيغطي احتياجاتك. كل ده في جامعة عالمية في قلب مصر. هل ده كلام وخلاص؟ اكيد طبعا لا، دي فرصة حقيقية موجودة دلوقتي، فرصة بتوفرها شركة بالم هيلز في واحدة من اقوى الجامعات. الفرصة دي ليك انت. لو عايز تعرف التفاصيل كاملة وتعرف ازاي تقدم، كمل معايا الفيديو ده للاخر عشان كل معلومة هقولها مهمة جدا وهتفتح لك ابواب جديدة في حياتك. وما تنساش السبسكرايب والشير عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الطلاب. السلام عليكم يا شباب، واهلا بيكم في فيديو جديد وفرصة جديدة هتغير حياتكم. النهاردة جاية اتكلم معاكم عن منحة دراسية قوية جدا مقدمة من شركة بالم هيل جامعة بادية. دي مش مجرد منحة، ده استثمار في المستقبل. المنحة دي بتستهدف طلاب متفوقين في الثانوية العامة. المنحة دي بتوفر كل حاجة، الدراسة مجانا بالكامل طول سنوات دراستك. مش بس كده، لكن في تفاصيل تانية كتير مهمة جدا، استنى معايا وهقولك عليها. المنحة دي بتغطي كليات طبية وهندسية قوية جدا. طب ايه هي الكليات والتخصصات اللي المنحة بتغطيها؟ ركز معايا كويس. اول حاجة الطب البشري، طب الاسنان، طب العلاج الطبيعي، ودي شراكة قوية مع جامعة تكساس الطبية. تاني حاجة ادارة الاعمال والاقتصاد. تالت حاجة الحوسبة وعلوم البيانات. واخر حاجة الفنون الجميلة. لكن ركز معايا، المنحة مش بتشمل التخصص ده. كمان المفاجأة انها بتوفر لك فرصة شغل بعد التخرج. اكيد طبعا انا مش هسيبك من غير ما تعرف شروط التقديم اللي لازم تكون متوفرة فيك عشان تقدم على المنحة دي. اول حاجة لازم تكون مصري الجنسية، لازم يكون مجموعك في الثانوية العامة اعلى من 7% على الاقل من الحد الادنى للقبول في الكلية اللي انت عايزها. ولو ما تعرفش ايه هو الحد الادنى تقدر تكتب لي في الكومنتات وانا هقولك ايه هو. او تكون من ضمن افضل 5% من خريجي دفعتك. تالت حاجة اللغة الانجليزية بتاعتك، لازم تثبت كفاءة في اللغة الانجليزية. واخر حاجة المستندات المطلوبة. اهم حاجة هنا انك تجهز كل الاوراق المطلوبة زي شهادة ثانوية عامة، خطابين توصية من مدرسينك، واثبات دخل الاسرة اللي هو مفردات المرتب او بيان المعاش اللي بيبين على اساسه الاحتياج، وكمان بيان شخص قوي واللي هو يا شباب البيرسونال ستيتمنت. ولو اول مرة تسمع المصطلح ده فهو باختصار عبارة عن قصتك اللي تحكيها بنفسك للجامعة او للجهة المانحة. تخيل انك قاعد قدام لجنة القبول وهما بيسألوك ايه لازم نختارك انت بالذات من بين الاف المتقدمين. البيرسونال ستيتمنت هي الاجابة على السؤال ده، هي فرصة ليك عشان تعبر عن نفسك، مين انت، ايه شغفك، وايه اللي خلاك تختار التخصص ده. تاني حاجة توضح انجازاتك، ايه الحاجات اللي حققتها في حياتك الاكاديمية او العملية، مش مجرد درجات او مواقف او تحديات عديت بيها. تالت حاجة تظهر امكانياتك، ايه اللي بيميزك عن غيرك، ايه هي مهاراتك اللي هتفيد الجامعة او هتفيدك في دراستك. واخر حاجة هتوضح اهدافك، ليه عايز تدرس التخصص ده بالذات، وازاي المنحة والجامعة دي هتساعدك انك تغير مستقبلك. باختصار هو ملخص حياتك الاكاديمية والعملية اللي بيخلي الجهة اللي هتقدم ليها تشوفك كشخص اكتر من مجرد ارقام. كل ما كان صادق ومميز كل ما كانت فرصتك اكبر. بمعنى اصح ما تكذب، وحاول تقول فعلا الحاجات اللي انت شاطر فيها. وهي يا شباب مش كتر شهادات، محدش يستعرض شهادات عشان بجد الحوار ده بيعرضك للرفض اكتر ما بيعرضك للقبول. يا ترى بعد ما بتحصل على المنحة هل هتفضل معاك طول فترة الدراسة؟ الإجابة هنا أيوة، بس في شروط معينة لازم تحافظ عليها. طب إيه هي الشروط دي؟ هقولك عليها كمان شوية. طيب يا دكتورة ازاي نقدم على المنحة؟ هي دي حاجة تفوتني؟ أكيد طبعا لا. التقديم بسيط جدا، التقديم بيكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بالم هيل، وهسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت الفيديو. استنى انت رايح فين؟ يلا عشان هعرفك على اجزاء الابليكيشن عشان نتجنب اي اخطاء. ويا شباب التأني مهم جدا في كل خطوه. اول ما تضغط على الابليكيشن تظهر لك الصفحه اللي قدامنا دي. اول حاجه هو طالب منك الفيرست واللاست نيم، فانت بتدخل اسمك الاول واسمك الاخير، تمام. بعد كده رقم تليفونك والايميل بتاعك. بعد الايميل بيسالك عن جنسيتك، فانت بتختار انك مصري. بعد كده بتضيف تاريخ الميلاد. بعد كده بتختار الكليه اللي انت ناوي تقدم عليها. بعد الكليه بتضيف النسبه بتاعتك في الثانويه العامه. بعد كده بترفع المستندات وهي عباره عن شهاده الثانويه العامه. بعد كده الناشونال اي دي وهو البطاقه بتاعتك. بعد كده بترفع خطابات التوصيه اللي هي ريكومنديشن ليترز، وانت بترفع 2 من مدرسين مختلفين. بعد كده بتضيف اسم الاختبار بتاع الانجليش اللي انت خدته، سواء تويفل او اي حاجه تانية. ولو انت ما خدتوش بتدوس ان انت ما اخدتهوش، ولو اخدته بتحط السكور اللي انت جبته. بعد كده بتضيف مستندات الدخل بتاع اسرتك، سواء بيان المعاش او مفردات المرتب. واخر حاجه تكتب
البيرسونال ستيتمنت بتاعتك وهم طالبين من 500 ل 1000 كلمه. بعد كده بتسلم الابلكيشن وبتستنى انهم يتواصلوا معاك عشان الانترفيو. الميعاد النهائي للتقديم هو يوم 18 سبتمبر 2025، يعني معاك وقت محدود جدا، فما تضيعش الفرصه. اخيرا عشان تحافظ على المنحه القيمه دي طول فتره دراستك لازم تلتزم بشرطين اساسيين. اول واحد المعدل التراكمي، لازم تحافظ على معدل تراكمي 3.4 على الاقل، وهو مش سهل لكن برضو مش مستحيل. تاني جزء هو الانشطه، لازم تشارك في انشطه لا منهجيه او انشطه خدمه مجتمعيه، وما تقلقش خالص الجزء ده نقدر نظبطه. لو تابعت بيج الفيسبوك هتلاقي عليها فرص كتير بتنزل. اخر حاجه التقدم المستمر، لازم تكون بتقدم في دراستك طول الوقت. الشروط بسيطه جدا بس بتضمن ان الطالب اللي بيستحق المنحه فعلا هو اللي هيكمل وهيستفيد منها. ويا شباب دي فرصه العمر، لو انت طالب متفوق الفرصه دي ليه. شركه بالم هيلز بتفتح ابواب جامعه بادية للمتفوقين عشان تصنع منهم قاده المستقبل، ودي فرصه حقيقيه للحصول على شهاده عالميه معترف بيها، فرصه عمل مضمونه، غير ان المنحة بتغطي مصاريف الدراسة بالكامل واي مصاريف مرتبطة بيها، وكمان مرتب شهري، وغير كورس انجليش عند الحاجة. حاول تستغل الفرصة كويس وقدم في كلية قريبة من مجموعك عشان فرصتك تكون اكبر. ما تترددش، روح قدم دلوقتي. ولو تعرف اي حد من زمايلك او اصدقائك تنطبق عليه الشروط ابعتله الفيديو ده بسرعة عشان الفرصة ما تروحش من ايده. اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله.